هلو، صباح الخير او مساء الخير عليكم. برضه يعني في كم كده بس فيديو عايز اعملهم عشان آه الاطفال، حماية اطفالنا ومستقبلهم وصحتهم. فيعني الفيديو اللي فات اللي عملته عن اللي هو البيديفايل وازاي نحمي اطفالنا منهم. آه ونحمي اطفالنا من حاجات كتيره برضه، يعني بالنصايح دهيت في كان حاجات كتيره، مش بس نحميهم من اللي هم اللي عندهم الهوس الجنسي بالاطفال. المره دي اشرح موضوع مرض نفسي برضه، يعني بنشوفه كتير في الاطفال. اسمه ADHD Attention Deficit Hyperactivities Disorder او Hyperactive Disorder. يعني ايه attention deficit؟ اللي هو ما بيديش الانتباه، الطفل اللي ما عندهوش ما بينتبهش، ما بيسمعش. مثلا بيبقى قاعد في المدرسة، بيبقى في حصة الدرس ما بينتبهش على اي حاجات انت بتديها له كانستراكشن، يعني تعليم اعمل كذا. وهايبر اكتيف يعني اللي هو الشقي، يعني من الاخر اللي هو الطفل الشقي اللي ما بينتبهش، اللي درجاته زي الزفت في المدرسة، اللي تلاقيه مثلا ساقط تانية ابتدائي او تالتة ابتدائي او حتى ساعات يبقى اولى ابتدائي، مش عارف يجمع واحد زائد واحد ويحقوا اتنين او يستهجى كلمة. في حاجة اسمها ديسلاكسيا اللي هو صعوبة التعليم للأطفال. بس يعني بيبقى في فرق كبير بينهم، بس الطفل ده بيصاحبه صعوبة تعليم مع شقاوة. طيب ايه المرض ده؟ هو في من 75 ل 80% أدلة كافية ان هي تقول جيناتيك، يعني مش جينات. وال 20% التانيين يا اما كيمياء المخ مش مظبوطة، يا في البيولوجي بتاع المخ مش مظبوط، يعني في حتة كده من المخ مثلا مش بتشتغل كويس، او شوية خلايا لفة على بعض. فلكن من 75 ل 80% بيقول ده موضوع جيناتيك. الجين يعني ايه جين؟ يعني ايه مرض نفسي من جين؟ سببه الجين انه للاسف ملوش علاج، يعني مفيش علاج هنقدر نعالج بيه الجين ده، اللي بقى سحبنا الجينات وحطينا جينات تانية، وده طبعا يعني ما بيحصلش. لكن اللي نقدر نعالج او نصلح هي الاعراض بتاعت الجين دي. يعني مثلا انت عندك جين بيسبب درجة حرارة مرتفعة، يبقى ما بنقدرش نصلح الجين، لكن بنصلح بنواجه درجة الحرارة بنديك مثلا حبتين اسبرين او دش ميه ساقعة، مروحة. بنقاوم او بنصلح الاعراض. فده الجين ان اللي بيسبب ال ADHD ده هو الجين. في نوعين من ال ADHD. في بس ال AD لوحدها، اللي هو الاتنشن ديفيسيت، اللي هو ما بيديش انتباه بس ما بيبقاش شقي. وده بيبقى مكتوب موجود اكتر في الاناث، في البنات. وفي اللي هو ال HD اللي هو الهايبر اكتيف، اللي هو بيبقى شقي، بيتحرك كتير، ما بيقعدش في مكان واحد لمدة دقيقة مثلا او دقيقتين. ده بيبقى موجود اكتر في الولاد الذكور. وطبعا لك تتخيل يعني طبعا الولد بيبقى اشقى من البنت بكتير. بس معظم الحالات بتبقى الميكس اللي هو ال ADHD. بنسبة كبيرة جدا بيبقى اللي عنده واحد بيبقى اكيد عنده التاني. طيب ال ADHD دي برضو في درجات، يعني معظم الامراض النفسية تقريبا، يعني على حسب معرفتي لكتاب ال DSM-5، انه في درجات ليها: mild, early, major، او يعني severe. فبرضه ال ADHD له درجات. يعني مثلا ممكن تلاقي الولد هادي، يعني شقي شويه، ما بينتبهش شويه، بيعدي اهو بالعافيه. بس برضه بيبقى المرض، يعني للتعريف ليه انه ليه درجات. ازاي بنشخص المرض؟ بصراحه اللي بيشخص المرض هم المدرسين. عشان نشخص المرض لازم يكون الطفل
شقي في مكانين. وايه اكتر اماكن بيقضي فيها الطفل عمره؟ في المدرسة يا في البيت. فالطفل اللي هو كل شوية المدرس يقول لك تعالى شوف ابنك شقي النهارده، اتخانق مع مين، مش منتبه، درجاته صفر، كل ده هو ده بيبقى موجود شقي في المدرسة. فانت لما تروح المدرسة وتقابل المدرس بتاعه والمدرسة وتقول لك ده شقي جدا وما بيقعدش، ما بينتبهش، ما بيعملش كذا كذا، ما بيعملش الواجب، بيتخانق مع زمايله كتير، تقول لها، هتلاقي نفسك انت كمان هتقول لها وانا كمان صدقيني في البيت بضربه بذنبه بعاقبه، لكن ما بيسمعش برضو الكلام. يبقى انت كده قلت مكانين الطفل شقي فيهم. فهو المدرس اللي اول واحد تقريبا بيشخص الطفل اللي معاه ال ADHD. طيب، لازم التشخيص بيبقى ممتاز جدا لما بيكون الطفل قبل ما يكون عمره 7 سنين، يعني مثلا في مرحلة تانية أو تالتة أو رابعة ابتدائي، حاجة زي كده عندنا في مصر. قبل ما يكمل 7-8 سنين الطفل بيبقى فعلا يعني بنعرف نشخصه، أو الدكتور النفسي بيعرف يشخصه بسرعة جدا وباحترافية وبصدق جدا. انه ليه؟ لان الطفل قبل ما يوصل ال7-8 سنين بيكون لسه بيستعمل بالعفوية يعني بيكون صادق. بعد 7-8 سنين الطفل بيتذاكى بقى، بيبقى ذكي، بيعرف هو عايز يسمعك ايه. هو عارف ان انت مثلا متضايق من حاجة، فممكن يعمل حاجة ان تفرحك شوية بس مؤقت لغاية ما انت تهدى. تاني حاجة ممكن بيتذاكى على الدكتور النفسي. هو عارف مثلا ان في حاجة غلط رايح عند دكتور نفسي، فبيتذاكى على الدكتور النفسي. لكن 3 4 5 6 سنين لسه الطفل بيرد وبيجاوب بصراحة، حتى لو حاول انه يكذب او يداري على حاجة بتكون عبارة عن انا عملت كده بس عشان كده، يعني ايه، بيبقى فيه شوية بيدي تحاليل، هو بيحلل هو عمل كده ليه. فبنعرف يعني الدكتور النفسي بيقدر يوصل للتشخيص بسرعة. وطبعا لازم دكتور نفسي اطفال، مش مثلا اي حد يعني. طيب ايه مشكلة بقى ال ADHD ده؟ هو ال ADHD ده يعني المريض بيه انسى بقى المدرسة، انسى تعليم، انسى شهادة. ابنك انت كنت بقى عايز يبقى معاه دكتور، يبقى دكتور ولا مهندس ولا رائد فضاء، لا خلاص، انت ممكن تبقى ممنون جدا ومبسوط جدا لو عدى اخذ الابتدائية او الاعدادية. وزي ما قلت ان في الدرجات بتاعت وحدة المرض، بس يعني لو رحنا للسفير اللي هو العالي جدا او النص نص، يعني مفيش مدارس، فمفيش تعليم. فهو ده هيبقى اول حاجة، مفيش تعليم. تاني حاجة الطفل ده هو ده للأسف، وانا اسف انا اقول ده، هو ده بيكون طفل الاحداث، وبعد كده السجن او المشاكل، او ممكن توصل لحد يعني اذية جسدية قوية جدا. هو ده الطفل اللي مثلا لما يكبر شوية يسرق عربيتك ويروح جاي داخل فيها في شجرة ولا دايس بيها حد. ده الطفل اللي لو انت مثلا شايل سلاح في البيت، مسدس ولا حاجة خطر يعني فاير ويبن، هتلاقيه هو ده اللي بيسرقه وبيروح يعمل بيه مصيبة. هو ده الطفل اللي هتلاقيه مدمن او بيتاجر في المخدرات. يعني كل حاجة مش كويسة هو ده الطفل المعرض ليها. ومش بس ان هو بيأذي نفسه، لا، هيأذيك وهيأذي العيلة وهيأذي المجتمع، والنهاية يعني هتبقى يعني السجن او مستشفى، او يعني حاجة مش كويسة. ليه؟ لانه يعني بيبقى حاجات في الدماغ
العب، اجري. الدنيا دي مش يعني ما فيش اي روابط او قوانين بتقدر تحجمه. الطفل ده اللي هو بيبقى ايه، مثلا توقفه في الطابور، مثلا بيبقى اخر واحد في الطابور الفصل، لا، او عمال يزق العيال اللي قدامه، هو عايز يوصل لاول واحد، ما عندوش صبر. في يعني احنا برضو يعني مش عايزين نبقى خايفين، انا ابني انا كمان شقي، طب ما يمكن، لا، في باترن، في يعني تسلسل، في ملاحظات، في حاجات كتير. يعني انت مثلا لو احنا مثلا عندنا في مصر، بتاخد ابنك مثلا ضربته، ما برضه ما اتعلمش، او ما عملش اللي هو المفروض يعمله، ما تقولش اللي انت عايزه، المفروض اللي هو يعمله ان هو يذاكر ويقعد يذاكر، او يحفظ، او يحل الواجب كده. ده ممكن بنسبة كبيرة تضربه، تاخد منه العاب وتعاقبه وتحطه في اوضته ومش عارف ايه، هو ده ما بينفعش معاه حاجه خالص. تمام، ما بينفعش معاه خالص. الطفل ده بيتكلم كتير، بيقاوح كتير، يقاوح يعني بيجادل كتير. وطبعا اكيد اللي هو من المدرسه، المدرس او المدرسه بتاعته طول الوقت، تعالى تعالى ابنك عمل كذا، ابنك عمل كذا عمل كذا. طيب قلنا مين اللي بيشخص؟ طيب هتعمل ايه في الحاله دهيت؟ اول حاجه عايزين نعرف ان اللي فيه الطفل ده، او المشكله اللي فيها الطفل دي مش مشكله عضويه. بناخده عند دكتور عادي، بيعمل تحاليل دم، مثلا صوره، شوف صوره، او اللي هو اي كي جي، اللي هو ذبذبات المخ او الكهرباء بتاعت المخ، ونشوف تحاليل الدم. اهم حاجه زي ما قلت الكيمياء، نشوف عنده اللي هو الالكترولايت، البوتاسيوم والصوديوم والكلورايد، فلورايد، ايون، كل الحاجات دي مظبوطه. تمام. بنشوف مثلا هو بتاعت كهرباء المخ، في حاجات زياده، في حاجات كتير مش طالعه نورمال، يبقى نعمل مثلا سي تي سكان للمخ او صوره للمخ، ونشوف اذا كان في حته هنا ولا هنا مش مظبوطه. يبقى احنا كده وصلنا ان المرض، ان اللي بيعمله ده الطفل نتيجه مرض عضوي، فممكن نتعامل معاه مثلا بجراحه بقى، او بادويه. وما ينفعش مثلا لو طلع ان الطفل عنده مشكله في الكلى او مشكله في الروماتيزم، ولا نقول هو ده السبب. لا، هي لازم تكون في كيمياء المخ، كيمياء، او مشكله حيويه في المخ برضه، في الدماغ. طيب بعد كده مش هناخده على طول بقى على دكتور مخ واعصاب، هناخده عند سايكولوجيست، يعني دكتور نفسي او اخصائي اجتماعي، الناس اللي هي تقدر بقى تدينا التشخيص ده. وطبعا انا عارف ان يعني الحاجات دي بتبقى غاليه، بس مصر، يعني في مصر فيها كل حاجه يا جماعه. انا بتكلم عن بلدي واللي انا عارفها، فيها كل حاجه. اتصل اللي هي اسمها ايه دي، وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا الضمان الاجتماعي، واسال. واذا لقيت موظف كسلان مش عايز يساعدك، قاوح وروح. مصر بتقدم خدمات كتير، بس احنا مش عارفينها، ولا ما بنعرفش ندور كمان. تاني حاجة المجتمع، يعني انت لو حطيت مثلا على الفيسبوك، او انت حطيتي على الفيسبوك، يعني انا يمكن ابني بيواجه المشكلة دي وعايزة مساعدة انونيمس، يعني من غير اسم ولا حاجة، هتلاقي ناس كتيرة تساعد جدا. بس اهم حاجة ان احنا ناخد خطوة. طيب، يبقى هو ده موضوع الدكتور النفسي. يمكن اصلا ما بتحتاجش تاخد الطفل معاك، بس يستحسن تاخده. لان انت لما هتقول للدكتور النفسي بيعمل كذا 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 في المدرسه، وبيعمل كذا 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 في البيت، ما بينتبهش، ما بيعمل ما بي لازم تكون صادق جدا جدا، لان دي مساله يعني قويه جدا. لازم تكون صادق جدا مع نفسك، وعشان ما تظلمش كمان طفلك. ف بتحكي له، فهو الدكتور النفسي ده المتخصص في الاطفال بيقول لك، بيشخص بقى صح، هو فعلا عنده ADHD، او بيقول لك كل اللي انت قلته لي ده فعلا هي دي اعراض ال ADHD. و يعني سوري، هو ده اللي عندي دلوقتي. الكلام، يعني الجلسات مع الاطفال
بتنفع شويه، لان الاطفال زي ما بقول لك 3-7 سنين بيبقوا لسه عفويين، بياخدوا النصايح، وطبعا دكتور نفسي متخصص اطفال بيعرف يتعالج. وبرضه يعني حتى لو الطفل ده بدأ يرجع لمرحله البلوغ، للشبابيه، للادولتهود، يعني بقى راجل او ست يعني كبار في العمر، برضه السايكولوجي بيتابع معاهم. يعني هو مش بس الاطفال بس، يعني لو المرض ده عرفنا نشخصه، او انت حضرتك قلت الله انا خلاص ما قدرتش الحق اهتم بابني او بنتي في مرحله الطفوله، لا لسه في مرحله الشباب ومرحله اللي بعد الشباب. فبعد الدكتور النفسي يبقى الاول خدناه عند الدكتور MD يعني فاميلي، اللي هو الدكتور الباطنه، وعمل تحاليل وما لقيناش اي حاجه. الدكتور النفسي قال ده ADHD. يبقى بعد كده هو في المخ والاعصاب اللي هو السايكياتريك. الحقيقه ادويه ال ADHD قويه، يعني فعلا، يعني بتلاقي الفرق. يعني بعد ما ابنك كان او بنتك الشقي دهوت اللي بيتنطط، اللي ما بيقعدش مش عارف ايه، بقى هادي وقاعد وساكت وبيسمع الكلام ومنتبه. فانت هتلاقي فرق كبير جدا فعلا. الادويه، المواد المستخدمه في الادويه دهيت قويه جدا. يعني في مثلا دواء اسمه الادرو، ده فيه ميثادون ماث. المادة اللي كان بيديه هتلر للجنود بتوعه عشان يقعدوا 3-4 ايام صاحيين ومنتبهين للحرب وكده. فده فعلا بياخد الانتباه، يعني بيخليك تنتبه. ويعني دواء يعني بيخلي العقل، يعني لو واحد مثلا مش عنده مرض ال ADHD، وواحد اخده عادي كده، هو مثلا بيضيع الغمامه من العقل، بيخليك بتفكر بوضوح اكتر، بيديك صور اكتر، يعني صوره كامله للموضوع اللي انت عايز تدرسه او بتفكر فيه. فهو فعلا دواء يعني كويس جدا. وانا بتكلم من ايام ما كنت شغال في المصحه وكده، فده من 12 سنه. دلوقتي اعتقد الادويه بتاعت ال ADHD اتطورت جدا، ويمكن في ادويه باقل يعني اعراض جانبيه. يعني انا اعتقد انه في تحسن كبير جدا لان مثلا في ادويه الاكتئاب، احنا دلوقتي يمكن في الجيل الخامس، وتحسنت جدا من ايام يعني مثلا ادويه الجيل الاول والثاني. فاعتقد ان ال ADHD دي كمان في تطور كبير جدا في الادويه. طيب طب ليه الادويه بس؟ ما اصل هو الادويه ليه؟ لان ما فيش اوبشن تاني، ما فيش اختيار تاني. ما اختيار التاني هيبقى السجن او المصحه عقليه، او طفل مثلا معاق من سبب ان هو اتخانق او عمل حادثه او حاجه زي كده. ده الحل التاني. الحل الاحسن طبعا بيكون الادويه، وروح الادويه. وفعلا يعني يمكن احنا في الشرق الاوسط وبلادنا وكده هو ما عندناش اللي هو يعني بنخاف من الادويه بتاعت الامراض النفسيه. بس احنا لازم نبص للمرض النفسي دلوقتي كانه زي اي مرض عادي. في شباب هنا هو اعرفهم ابنه كان كده هو، واتكلم معايا وقلت له يمكن قلت له انا ماليش دعوه، مش هقدر اشخص، بس يعني فكر انا كصديق، كواحد يعني حد تاني، نظر عين تانية بتكلمك، يعني بتبص للموضوع، ان فكر في ال ADHD. لانه فعلا كان ابنه كل يوم المدرسه تتصل بيه تعالى انت، اخر حاجه اعطيته وورنينج يعني انذار انه ده لازم يتعرض على طبيب نفسي. عمل ايه الاستاذ؟ شاله من المدرسه وقال اعمل له مدرسه منزليه. ان هو في هنا النظام اللي هو الهوم سكولين، انت بتدرس ابنك واخر السنه بياخد الامتحان، بتدرس ابنك في البيت واخر السنه بياخد الامتحان في تبع المدرسه. فعمل كده برضه مش نافع، ما هو في البيت كمان شقي وزوجته ما مش قادره عليه. فيعمل ايه الاستاذ؟ برضه لا مش ADHD، مش ممكن اخده عند دكتور نفسي، لا وحتى لو خدته عند دكتور نفسي مش هديله ادويه هو راجل متعلم وعارف يعني، مش هديله ادويه ال ADHD. طب نعمل ايه؟ اخده على بلدي.
ليه؟ عشان انا اقدر اقصى عليه اكتر ويسمع الكلام اكتر، لان هنا امريكا بقى وبيدوا لهم الحريه للاطفال، والاطفال مش عارف ايه، هاخده على بلدي. طبعا يعني مش، لان الطفل كان واضح جدا ان هو في شيء غلط. طيب بس بس ما كانش فيه خيار تاني غير الادويه. طيب خلاص، يبقى احنا وافقنا على الادويه. بيجي طبعا دورك انت، ويعني لو سمحت يعني خلاص بقى احنا ايه يعني كبرنا على المواضيع دي. مفيش مثلا هو طفل بقى شقي وكده، هو اخده عند شيخ عامل له ارقيه، يمكن راكبه جن، يمكن راكبه، لا خلاص بقى المواضيع دي. وخلي بالك لما انت بتعمل كده الطفل، على فكره طفل الاي دي اتش دي ذكي جدا وشاطر جدا ودمه خفيف قوي، لانه يعني شقي. يعني احنا في وقت من الاوقات احنا ما كناش نعرف الحاجات الامراض النفسيه دي، ان الشقاوه دي ممكن تكون اي دي اتش دي. كنا بنحب الطفل الشقي، تمام، وبيعمل حاجات كده مضحكه وذكي، وبيعرف يلعب في ايه ويعمل ايه، ويروح يناكب في ده ويضايق ده. فاحنا بنحب الطفل الشقي، لكن ما نقدرش طبعا يعني نتغاضى عن ان ده مستقبل، ما عندوش مستقبل يعني. ف بن قلنا الادويه، احنا بقى بيجي دورنا وقلنا طبعا بقى مفيش بقى ايه رؤيه وجن وراكبه جن وعفريت ومش عارف وحد ضربه بالعين والكلام ده كله، لا ما ينفعش. اوكي، اهتم بصحه ابنك النفسيه او بنتك. خلاص الادويه، خلاص اتفقنا على الادويه. بيجي احنا بقى دورنا كاولياء امور، كبيرنتس. دورنا احنا بقى لازم، دورنا احنا مهم جدا، دورنا احنا كبير جدا، دورنا احنا يعني هو ده. الطفل هيعملها ومش هيعملها، هيوصل ولا مش هيوصل، بدورنا احنا. تاني، الادويه، الادويه تعرف ان هو هياخدها طول العمر، يعني من ساعه ما يبدا الدكتور معاه طول العمر. تمام. الادويه مفيده لان احنا شفنا ان الطفل اللي بياخد الادويه بيستجاب، بيبقى كويس في المدرسه، بيبقى شاطر في المدرسه، بيتفوق كمان. تمام. وبيبقى في حياته العمليه والرومانسيه وكل حاجه ناجح وماشي تمام. بس الادويه بتبقى طول العمر. الحاجه التانية انه احنا بندي الدكتور النفسي بيدي الدكتور النفسي، عفوا السايكولوجيست اللي هو السايكاتريك اللي هو دكتور المخ والاعصاب، مش الدكتور النفسي. دكتور المخ والاعصاب بيدي دواء للاطفال حسب الوزن. يعني لو الطفل عنده وزنه 10 كيلو، بندي مثلا 1 مللي جرام. فهو بيبقى 1 مللي جرام بير كيلو جرام، يعني كل كيلو جرام من وزن الطفل بتديله 1 مللي جرام، هكذا. فساعات بيبقى الدواء كتير او الدواء قليل، فانت دي بتيجي وظيفتك او وظيفتك كأم، او وظيفتك كأب او مسؤول عن الطفل ده، ان انت تراقب الدواء ده بيعمل ايه لطفلك. تمام. مثلا الدكتور كتب له 10 مللي جرام حبايه كل يوم، 10 مللي جرام الصبح وزيها بالليل. لقيت انت طفلك اخد الدواء وبقى عامل زي زومبي، خلاص ما لا حتى لا بيتعلم ولا حاجه، اتصل بالدكتور، روح للدكتور، يا فندم حضرتك ال 10 مللي جرام بتخلي ابني حالته كذا 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 كذا، ايه رأي حضرتك لو خليناها 5؟ دكتور ما اعتقدش ان الدكتور هيقول لك لا، لان انت اللي قاعد معاه، انت اللي بتشوفه، انت اللي عارف حالته بتحصل له ايه. ممكن الدكتور يقول لك طب هاته ونشوف التحاليل مش عارف ايه يعني، بس انه تخلي ايه المتابعه. ممكن تقول انا بديله 10 الحبايه كل يوم الصبح واحده بالليل وما فيش حاجه، برضه لسه شقي وعفريت وشيطان وبيعمل، خلاص ممكن نديله 15 مللي يبقى حبايه ونص. اه برضه اهم حاجه انك تتعامل مع الدكتور وتكون في صله، مش خلاص مفيش حبايه سحريه، مفيش الحبايه هي دي الدكتور ما نفعتش اول حبايه يبقى خلاص الدكتور ده ما يفهمش وما يعرفش. مادام انت بتتعامل مع الدكتور ورايح جاي وفي اتصال وفي كده هوت، العلاج بيبقى ممتاز جدا، ممتاز جدا.
لغايه ما يوصل الجرعه هي تمام اللي على قد مقاس الطفل بالظبط. واحنا كده هنعرف ازاي؟ بيك انت كأب او كأم، حضرتك او حضرتك انت اللي يعني بتشوف الطفل بيعمل ازاي وبتروح تتعامل مع الدكتور. حضرتك او حضرتك لازم ياخد الدواء كل يوم، فانت حضرتك او حضرتك تلاقي مثلا صندوق الادويه تحطه جنب الباب او جنب في الحمام جنب فرشه السنان. لازم ياخد الدواء كل يوم. لما كنت انا في المصحه النفسيه كان في عندنا في عنبر واحد بس هو اللي فيه اندر ايج، اللي هم اندر تحت السن القانوني، بنات. وده طبعا متصور يعني ما حدش بيخشه يعني ولا حتى الدبان. فكان في بنت تقريبا كان عمرها 12 13 سنه، هي كانت هي داخله في ال 13 برضه بالاي دي اتش دي وسكروفينيا. فانا كنت لما كنت بقى شغال بالليل ثالث سنه، لما كنت في الطوارئ شغال بالليل وانا مروح الصبح، بخش من الساعه 10 ل 6 الصبح وانا مروح الساعه 6 الصبح، لازم اقف على العنبر دهوت اديها الدواء واروح. ساعات بتبقى مش عايزه الدواء، بتقوم متاخر مش عارف ايه، فبسلم اللي جاي ورايا واقول له يروح يديها الدواء. ومثلا اخر الليل بشوف ان لا رفضت وعملت صيحه، وكان الفان اللي هو بياخدها على المدرسه اتاخرت فلازم كانوا يمشوا فما خدتش الدواء، وان المدرسه اتصلت لازم تجيبوا الدواء، والمصحه بعتت ممرضه بالدواء تديه للبنت، لانها احنا قلنا ما مش بنعالج المرض، احنا بنعالج بس اعراض، ما نقدرش نعالج المرض. فلما الدواء مفعوله بيخلص بتبدا الاعراض. ولغايه ما المدرسه قالت لا لو اتاخروا كده، لغايه ما اعطينا المدرسه زي علبه كده فيها يومين 3 ادويه صبح بتاعت الصبح، انه لو هي عملت كده تاني يبقى الممرضه اللي في المدرسه تديها الدواء هناك. صعب جدا. والبنت كانت يعني شاطره جدا، يعني اتحسنت في المدرسه. يعني فاهم انت ازاي؟ يعني ايه، هي كانت 12 سنه بس هي كانت متاخره زي سنتين، يعني كانت تقريبا يعني في زي 6 ابتدائي او اولى اعدادي، وهي المفروض كانت تبقى في ثالثه اعدادي، حاجه زي كده. الموضوع ده من 12 سنه بس هي كانت متاخره طبعا شويه. وكان برضو تاخد ادويه السكروفينيا، ودي طلعت عينينا يعني. المهم لما يجي وقت السكروفينيا نبقى نتكلم عليه. بس لما هي كانت بتاخد الدواء كانت بتستجيب جدا، بتستجيب للدراسه، ودرجاتها كانت بتبقى كويسه ومقبوله، وبتبقى يعني متزنه. وهي ساعات كمان يعني ايام الامتحانات مثلا كانت هي تبقى قاعده مستنياني اديني الدواء. ليه؟ لان هي عايزه تخلص الامتحانات وتبقى كويسه وتجيب درجه كويسه، هي بتبقى عايزاها. بس في ايام بتبقى يعني او هي ده مش عايزه تروح المدرسه anyway. فالادويه شكلها مش شكلها قصدا، عفوا سوري، اعطتنا نتيجه كويسه، وما عندناش يعني حل تاني. يعني هو ما عندناش الا حلين، يا اما ادويه يا اما سجن واحداث وكده. يعني بتمنى طبعا ان اولادنا ما يحصل لهمش اي حاجه مش كويسه زي كده. بس وبيفضل الطفل على الادويه دهيت مدى الحياه. كل ما يكبر مثلا او كل ما يزيد وزنه، كل كده هو بنعمل ادجستمنت للادويه. الكلام او الجلسات الكلاميه بتبقى كويسه جدا. عايزين نعرف الطفل حاسس بايه، هل لان انت عارف يعني الشقاوه حلوه يعني. مين وهو صغير ما كانش بيحب يتشقى ويروح يلعب ومش عارف ايه، بس طبعا بحدود وبتعاليم وفي كده هو. بس الطفل مثلا هل هو عايز يرجع للايام دي؟ هل هو كان فعلا طريق الادويه والعلاج كان هو الطريق الصح ليه؟ هل هو مبسوط؟ فالكلام برضو عشان نعرف داخليه الطفل ايه، عشان نخلي بالنا منه برضو. يعني لو هو مثلا بتبقى فيه كتير حالات اكتئاب مع
ال ADHD وكده، فبرضه مش عايزينه يكتئب، مش عايزينه تحصل له هلاوس او اي كده. فلازم يبقى برضه في علاجات الكلاميه مع سايكولوجيست او اخصائي اجتماعي او حد متخصص يعني في الحاجات دهيت. وطبعا اخر نصيحه، لا انت ولا ماما ولا انت ولا بابا لهم كواليفيكيشن، يعني غير مؤهلين انه يتكلموا مع اطفال او شباب او ادولت عندهم ال ADHD. انت كل اللي تعمله ابزورب، يعني بتبص بتشوف وبتاخد القرار اللي انت تروح معاه عند الدكتور النفسي او المخ والاعصاب بس. لكن انت بقى تتكلم وعايز تحل وعايز، لا، ما انصحكش او انصحك بحاجه زي كده. اخر حاجه عايز اقولها طبعا، يعني انه لما الطفل ده هو خلاص بقى بيروح للادولت هود، يعني بيبقى راجل او ست كده، برضه حياته صعبه، ما بيحافظش على شغل، ما بيحافظش على حياه رومانسيه او حياه اجتماعيه. وطبعا بتبقى سريع الغضب، سريع التهور. هو اهم حاجه هي المشكله التهور، وخصوصا في مراحل الشباب. يعني احنا كده كنا شباب، كنا متهورين من غير المرض، فتخيل بقى من ال ADHD هتعمل ايه. بس يعني اتمنى انه لو حد يعرف حد كده هو يعني النصايح دهيت والفيديو ده تشاركوه معاه، لانه فعلا يعني حاجات مفيدة عشان نعرف ان ازاي نتعامل مع الاطفال بالمرض ده هو. وشكرا لمتابعتكم والى لقاء اخر. باي.